السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة بقى عملت لكم فيديو خطير جدا، فيديو بصراحة هيخلي الصيف معانا احلى واحلى. عملت لكم الايس كريم الفانيليا بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا جدا جدا. بصراحة مكوناته ومقاديره بسيطة جدا. وقبل ما ابدأ الفيديو وقبل ما اعمل اي حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة، اللي بيشوف قناتي لأول مرة ولو عجبه الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الفيديوهات بتاعتي. ودلوقتي بقى عندنا هنا كوبايتين من اللبن، تقريبا نص لتر من اللبن، وهضيف عليهم معلقتين من السكر وثلاث معالق من النشا وهدوبهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هروح اجيب فانيليا، احط كده يعني ايه شوية من الفانيليا السايلة كده واقلب كل حاجة مع بعض لغاية ما تحسي ان النشا والسكر وكله دم مع بعضه. اروح ارفعه على النار، وبعد ما ارفعه على النار يتماسك معاه ويبقى كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اسيبه بقى يبرد واحطه في التلاجة عبال ما احضر بقى تاني حاجة معانا. عندنا هنا نص كوباية من الكريم شانتيه، وهضيف عليها ربع كوباية من السكر البودرة، وكوباية من المية المثلجة وممكن لبن عادي. اقلبهم بقى مع بعض كده واضربهم كويس جدا بالمضرب لغاية ما يتماسكوا يعملوا الفوم اللي قدامكم دوت كريم شانتيه اللي هو شوفوا ماسك ما شاء الله عامل ازاي. شوفوا مهما تقلبيه كده يبقى هو كده الكريم شانتيه نجح معانا. نجيبه بقى المهلبية او الكريمة بتاعتنا اللي احنا عاملينها، هي زي مقادير المهلبية بالظبط. هضيفها بقى على الكريم شانتيه بتاعنا اللي احنا عملناه دوت اهوت. وبعد ما ضفتهم بقى كده مع بعض، ابدا بقى ايه اجيب المضرب البيض بتاعنا او المضرب الكهربائي عادي او المضرب اليدوي، بس تبقى ايديكي جامده شويه كده، واضربهم بقى كده مع بعض اهوت لغايه ما تحس ان هما كلهم خلاص بقى اتقلبوا واندمجوا مع بعض كده. اجيب بقى العلبه بتاعتنا اللي هنحط فيها الايس الكريمي الخطير دوت اهوت، ونبدأ بقى نساوي الايس كريم بقى كده عشان يعني ايه نسويه بالشكل دوت. وبعد ما اسويه بقى اخد اضربه ضربتين كده حلوين اهوت. عايزه اقول لكم شوفوا الكميه عملت لي، على فكره العلبه دي كبيره جدا. واروح اعينها بقى في التلاجة، في الفريزر يعني 4 5 6 ساعات كده لغايه ما تحس ان هو تماسك. ودوت الكريم شانتيه بتاعنا بعد ما تماسك ما شاء الله الكميه خطيره زي ما انتوا شايفينها هيت خطيره. نعمله بقى ونحطه بقى في بولات او اطباق التقديم اهوت. اروح اجيب بقى كده التقديم بتاعنا اهوت، ونحط بقى كده ايه آه الايس كريم بتاعنا بقى تحفة 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 زي ما انتوا شايفينه خطير جدا اهوت. ويبقى هو دوت الايس كريم بتاعنا النهاردة. المقادير بسيطة ومش مكلف ويعمل لك كمية خطيرة جدا وجميلة جدا جدا جدا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.